السلام عليكم خوتي خواتاتي، معاكم سيلفر هشام، وهذه القصة ديالي. 2004 توفى خوتي محمد وعادل، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرحم جميع أموات المسلمين. الأقدار بيد الله وحنا راضين بها. دازت الأيام بديت كنفكر ندير شي حاجة نعاون بها والديا، وما يمكنش نبقى هكا. القراية ولا لا هي ما غادي دير ليا والو بوحدها في بلادي. اجيو انا كنت كنتشقلب من كانت عندي 4 سنين، وعلاش لا. المهم الحلم كبر، والدي عاونوني باش نكمل قرايتي. تعلمت البريك دانس وفنون القتال الكونفو شاولين، وجا الدور ديالي نعاونهم، وهنا بدات القصه ديالي. هشام تساتش عليها سيلفر، ولا عيطوا عليا سيلفر هشام. مشرفين خويا، كمل. بدينا كنلعبوا في خيريات وجمعيات ومدارس انا وصحابي مجانا، وتحيه ليهم كاملين. وكانت الفرحه كل مره كتزيد ملي كنشوف الدراري صغار فرحانين ملي كيتفرجوا فينا، وكنحس بخوتي مريحين وكيشجعوا فيا تحت الخشبه. وحسيت باللي كندخلوا البسمه على ولاد الدراوش بحالنا. ولات عندنا شعبيه كبيره وكبر الحلم، ولات كتجينا دعوات من اوروبا. وفي كل مره تتبان لي الرايه ديال بلادي اهم حاجه خصها تبان. وفعلا شاركنا في مسابقات عالميه وعرفونا ناس وشرفنا بلادنا عالميا. واحد النهار لعبنا في القناه الثانيه المخربه وانتم عارفينها، وكانت واحد السبب من الاسباب اللي خلاتني نخلي البلاد. وبلا ما نهضر في الموضوع حيت حسابي معاهم هو الاخر. المهم حلمي تكسر في بلادي وفكرت نهاجر. واحد النهار نعست بالليل وهي ضربني الفيق الصباح، لقيت راسي في ضواحي باريس. صحبت راسي كنحلم. هادشي بصح. لقيت راسي في الغربة، لا رحيم لا حنين. الفيزا تحرقات، الفلوس قادات. فينا هما دوك ديال غير جي مرحبا بك اجي صاحبي. بقيت بوحدي ندور في سناقي مدينة باريس، وما كاينش اللي يعقل عليك من غير اللي خلقك. المهم رحمة الله ورضا ديال الوالدين. واحد النهار كنت مريح في واحد الجريدة، وكنت كنبات فيها بالضبط تحت هاد الشجرة. مشيت صليت العشاء وخرجت من الجامع ونتلاقى في الطريق بواحد الدري. سولني: واخويا السلام عليكم، وانا ديما كنشوفك هنا، فين غادي وفين ساكن؟ وعرفنا على راسك صاحبي. المهم ما لقيتش باش نجاوبو، وفي الاخر صارحته وما كذبتش عليه. المهم داني معاه الدار ورحب بيا، وانا نتفكر هذوك اللي عرفتهم وعرفوني وما عاونوني وما عقلوا عليا. المهم هاني كمل. القصه طويله نحاول نختصرها. انا من صغري كان عندي حب ديال المساجد، وكنت كندير الاذان في المغرب. صاحبي كيفاش البريك دانس والاذان وداكشي؟ لا هذه كنحسبها رياضه بالنسبه ليا، وربي كيشوف القلوب ماشي الصور والاجسام واللحيه والحجاب. شوف القلب شنو فيه، وما عمرك ما تحكم على شي حد بالمظهر ديالو. المهم بقيت ديما كنمشي لداك الجامع حتى وليت منخرط معاهم شويه بشويه، حتى لواحد النهار سدوها والاقدار بيد الله عاوتاني. وراه سمعتو على المسجد تاع كليشي فاش تسد في الاعلام. الصراحه بكيت عليه ملي سدوه، حتى هو الجامع اللي عفا عليا الله فيه من الزنقه. المهم بويت الله بحال مشيت لواحد خر، واليوم نخارط مع جمعيات وبديت كنقدم مساعدات للدراري اللي محتاجين بحالي بداكشي اللي عندي، ونتمنى نكمل ويسهل عليا الله وعلى اي واحد محتاج. وحنا فقراء لله، وربي يشوف من حال اي واحد ان شاء الله. 2018 غيدخل علينا، والله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة ان شاء الله. وانا غيدخل عليا العام الخامس وباقي ما شفتش الوالدة، والصراحة توحشتها. وبغيت نقول لها راه ولدك الثالث ما غاديش يضيع منك كيما ضاعوا خوتي في البلاد. وراني وليت قاد على راسي وتعلمت بزاف ديال الحوايج، وجيت باش نعول على كتافي
ونعاونكم كما كبرتوني عاونتوني. وانا واحد النهار يكتب المكتوب ونجي نفرحك ونسيك في الماضي الحبيبة. واللي كيسمعني ومتبعني، رزقك راه مكتوب عند الله، ما كاينش اللي غادي يقسمو معاك. سافر، قلب، دير رياضة، قرا مزيان وتعلم اللغات والحرفة، وراه ما غاديش تطيح. كتحلم بأي حاجة دير السبب واللي فيها الخير غادي تجيك ان شاء الله. والله يفرح اي واحد في هذا العام جديد، ويدخلوا عليكم الصحة والسلامة ان شاء الله، ويصوب لينا وليكم والجميع، ويسمح لينا من الوالدين. المهم سمحوا لي طولت عليكم. تابعوني في اليوتيوب سيلفر هشام، وإلا وصلت الحلقة 10 إن شاء الله نكمل لكم القصة ديالي. والسلام.